السلام عليكم، شلونكم بنات؟ إن شاء الله الكل بخير. مثل ما تشوفون الفيديو حلاوة التوفي أو حلاوة النشا بالتوفي. طريقته كلش بسيطة وطعمه كلش طيب، أنصحكم تجربونه خصوصا هسه بشهر رمضان. بالبداية راح أكرمل الشكر، راح أضيف كوب من الشكر على نار هادئة، أتركه يتكرمل براحته يعني ما أحركه. وبعدين نكمل باقي الخطوات. هنا أنا راح أذوب النشا بالحليب. ما عندي حليب سائل، راح أستخدم حليب باودر. راح أضيف 3 أكواب من الحليب من الماي، وأضيف لهم 3 خواشيق من الحليب وأخلطهم، وبعدين أضيف لهم 3 خواشيق من النشا. هاي المقادير المضبوطة: 3 أكواب من الماي، 3 خواشيق من الحليب الباودر، و3 خواشيق من النشا. أخلطهم كل زين، وبعدين من يتكرمل الشكر أضيف له الزبد، وبعدين أضيف له الحليب. مثل ما شفتوا بمقدمة الفيديو لون الحلاوة لونها فاتح. إذا تحبونها تاخذ لون بعد غامق أكثر، تخلون الشكر يتكرمل أكثر ويتغير لونه. هنا أنا ضفيت مثل ما قلت لكم 3 خواشيق من الحليب الباودر، وراح أخلطهم وبعدين أضيف النشا. هسه تشوفون القوام شلون يصير. إذا حبيتوا أضخم تقدرون تضاعفون أو تضيفون بدل 3 خواشيق من النشا تضيفون 4. مثل ما تشوفون الشكر بدأ يتكرمل، ما حركته، تركته براحته على مود ما يصير بيه تكتلات وهم ما يحترق. هسه من بعد ما تكرمل الشكر خلطت الشكر اللي باقي ويا الشكر اللي مكرمل، لأن أريد الحلاوة تصير لونها فاتح، ما أريدها كلش غامقة، لأن إذا أتركه كله يتكرمل راح يصير لونه غامق. هسه راح أضيف الزبد. الزبد اختياري، تقدرون تستغنون عنه، والكمية هم اختيارية، بس ينطي طعم كلش طيب وقوام هم كلش حلو. هسه راح أضيف الحليب بالتدريج على مود ما يحرقني أو يطيح على الطباخ. بالبداية راح يتحجر الشكر، راح أتركه على نار هادئة إلى أن يذوب الشكر، وبعدين أبقى أحرك بيه باستمرار إلى أن يضخن وأحصل على القوام المناسب. شوفوا شلون متحجر، أبد ما راح أحركه، بس هنا أنا جاي أراويكم شلون متحجر. عادي يعني أي شكر تكرملونه وتضيفوا له سائل بارد راح يتحجر بالبداية، بس بعدين راح يذوب براحته. وهنا أنا راح أضيف هذا النوع من الشكليت، شكليت توفي، ينطي طعم كلش طيب وهم لونه راح يتغير. تقدرون تضيفون أي نوع من الشكليت. أنا هذا المتوفر عندي أسوي بيه القهوة الشكليتية، هم كلش طعمه طيب. الكمية المناسبة اللي تشوفونها أنتم، إذا تحبونه كلش حالي تكثرون. أنا راح أضيف تقريبا 6 أو 7، لأن ضفت شكر إذا أضيف بعد راح يصير كلش حالي. شوف الشكر بعده متحجر. وهنا أنا من بعد ما ذاب الشكر وذاب الشكليت وصار هذا قوامه، تقريبا بقيت أحرك به 7 إلى 10 دقايق على نار كلش هادئة، وصار هذا القوام. بعد من يبرد راح يصير أضخن. راح أرفعه من النار وأصبه بالقلاصات التقديم أو طبق التقديم.
هسه راح أصبه بهاي القلاصات، أي قلاص متوفر عندكم أو كاسات. أنا عندي هذا النوع والنوع الثاني.